استوقفني جدا إن مصر معناها أو ترجمتها ايجيبت. لو بصيتم كده لمعظم دول العالم هتلاقوا إن الاسم بالعربي هو نفس الاسم بالإنجليش. يعني أمريكا هتلاقوا يونايتد ستيتس أوف أمريكا أو أمريكا، فرنسا فرانس، بريطانيا بريتن، البرازيل. يعني هتلاقوا إن معظم دول العالم الاسم بالعربي هو نفسه الاسم بالإنجليش. سوريا سيريا، لبنان لبنان. طب اشمعنى مصر ايجيبت؟ جت منين ايجيبت دي؟ حين ان اسم مصر مذكور في القرآن الكريم، وهي اسمها مصر اصلا من قديم الازل. ربنا عز وجل قال ايه لسيدنا يوسف؟ ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. وسيدنا موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. يعني اسم مصر مذكور في القرآن الكريم، وده اسمها منذ قديم الازل. واللي يثبت ده كمان مثبت في الحضارة المصرية القديمة اسم مصر في رسائل تل العمارنة اللي هي من أكتر من 3000 عام. مصر، مصراي، مصريوم، مصرتاي، بغض النظر عن اختلاف الحروف كل دول مشتقين من كلمة مصر. العلم إن رسائل تل العمارنة دي كانت من عهد إخناتون. إخناتون كان بيحكم مصر اللي هي تشمل المساحة دي كلها، اللي هي كمان ممتدة لجنوب السودان من تحت. العلم ان مراسلات تل العمارنة دي هي مراسلات رسمية ما بين الدولة المصرية وما بين حكام الدول الأخرى المجاورة. مراسلات تل العمارنة أو رسائل تل العمارنة دي كانت من أيام منحوتب الثالث ومنحوتب الرابع اللي هو إخناتون، ودي المساحة اللي كانت فيها مصر ساعتها. اسم مصر هو اسم مصر منذ قديم الأزل من أيام القدماء المصريين. المراسلات دي بعضها كان لليمن وكان لشبه الجزيرة العربية وكان كمان لكنعان اللي هي فلسطين. يعني هي دي المساحة اللي فيها مصر كمان، عشان اللي بيقولوا ان مصر مش هي مصر، لا مصر هي مصر. كمان مش زي ما بعض الناس كان بيروج ان اسم مصر اطلق من ساعة الفتح الاسلامي لمصر وان العرب هم اللي اطلقوا عليها. لا طبعا، لان بذكر القرآن الكريم الأدلة التاريخية والاثرية مصر اسمها مصر منذ قديم الازل. ده ما يمنعش ان كان في برضو بعض الاسماء بتطلق على البلد او المكان اللي هو مصر، بتطلق كوصف للمكان. يعني اسم كيمت او كومات او كيمت ده معناها الارض السوداء. يعني طبعا مصر مشهوره جدا بالارض الخصبه بتاعتها، وادي النيل والدلتا، فكانوا بيطلقوا عليها اسم كيمت اللي هي الارض السوداء. كان بيطلق عليها اسم الديشرت او ديسرت اللي هي الاراضي الحمراء، وده اللقب اللي كانوا بيطلقوا عليه العمال اللي شغالين في المناجم هاجر وفي الصحراء. يقال كمان ان اسم ديزرت اللي هو اسم صحراء مشتق من اسم ديشرت او ديزرت اللي هو بالمصريه القديمه. ده شكل الكتابة بتاعت كلمة كيمت باللغة المصرية القديمة، ده شكلها. وعايزة اقول لكم ان الرمز ده موجود على ال 200 جنيه. هاتوا ال 200 جنيه وهتلاقوا في ظهرها الرمز ده اللي هو كيمت. كمان كان بيطلق عليها لفظ الجبت. الجبت ده هم كانوا الناس اللي شغالين في المية، الصيادين والناس اللي هم التجار اللي رحلاتهم كلها عن طريق البحر، فكانوا بيطلقوا على مصر ساعتها اسم الجبت علشان هي معناها الأرض المحفورة. كمان كلمة الجبت دي المشتق منها الجب أو الجبانة اللي هي المقابر اللي كانوا بيدفنوا فيها الموتى أو الملوك القدماء المصريين. منين بقى جاء اسم ايجيبت ده؟ هو أصلا اسم بيرجع للحضارة المصرية القديمة ولا هو أصلا اسم محرف واسم ملوش علاقة بالحضارة المصرية القديمة؟ تخيلوا بقى إن كلمة ايجيبت دي متحرفة عن الكلمة المصرية القديمة اللي هي حوت كابتا. حوت كابتا ده معبد موجود في الحضارة المصرية القديمة وهو خاص ببتاح. بتاح ده هو رمز للحرف والصناعة في الحضارة المصرية القديمة. طب ايه اللي جاب الكلمة المصرية القديمة دي لإيجيبت أصلا؟ اليونانيين لما جم زيفوا الحضارة المصرية القديمة واحتلوا مصر، طبعا زوروا في ألفاظ أو النطق بتاع الكلمات، فهي كانت هاكابتا خلوها إيجابتا. منها بعد كده إيجيبتوس اللي هي بعد كده جت منها كلمة إيجيبت. فاسم ايجيبت ده اسم محرف من اللغة اليونانية مش من الحضارة المصرية القديمة. احنا لو هنقول على مصر هنقول عليها مصر او كيمت. حتى اسم مصر مسلمش من التحريف. اللي زيفوا اسم مصر دول مش هيزيفوا تاريخها؟